يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنشتغل مع بعض شكل لليونيكورن بطريقه سهله جدا وبسيطه. الغرزه بتاعتنا هتكون العمود بلفه، غرزه سهله وبسيطه جدا لكمان البنات المبتدئين معانا. عندي هنا الخيوط بتاعتي، انا عملت كده تشكيله حلوه من الالوان بحيث انها تكون مناسبه لشنطه كنت اشتغلتها ومحتاجه ان انا اضيف عليها شكل اليونيكورن كده. فدي الالوان المناسبة للشنطة. تقدري برضو تغيري الالوان براحتك. عندي هنا الانواع بتاعة الخيوط بتاعتي هيمالايا والفيفوري. بصراحة انا اول مرة اجرب النوع ده، بس هيكون كويس ان شاء الله. هنشتغل خيط هو صوف. هنا برضو الهيمالايا يعني بصراحة لا يعلى عليه، مناسب جدا للاطفال. هو اللون بس اللي انا كنت محتاجاله، فدي كانت مناسبة معايا وموجودة معايا. عندي برضو الالوان بتاعتي كانت آه متبقي مني الهيمالايا الاسود ده، وبرضو دي كمان كانت اليزا تقريبا. عندي هنا الابرة بتاعتي مقاس رقم 4، هي اللي هبدأ بيها الشغل بتاعي. الابرة مقاس 4. تمام كده. نبدأ بقى نسمي الله ونشتغل ونشوف الغرزة بتاعتنا هتكون عاملة ازاي. اول حاجة هعملها، هعمل عقدة البداية بتاعتي. اجيب الابرة واشتغل عقدة البداية. تمام كده. بعد كده بتشتغلي فوق عقدة البداية، بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. بتلف الخيط على الابرة وبتيجي عند اول سلسلة كنت اشتغلت فيها، بتشتغلي جواها 11 عمود بلف. ادي 1 2 3 4 وبتكملي لغاية اما تخلصي ال11 عمود بلفة. واول 3 سلاسل اللي هم كانوا بدايتنا خالص، دول انا بعتبرهم عمود برضو، يعني بيكون معايا 12 عمود بلفة، ومن ضمنهم ال3 سلاسل اللي كنا اشتغلنا فيهم، لان احنا في سلسلة هنا بدأنا نشتغل فيها، فهيكونوا 3 سلاسل. هيكونوا دي اول عمود معايا. طبعا تقدري تعلميها بالماركر بتاعتك او هي بتكون واضحة معاكي. هكمل 12 وارجع لكم تاني. كده انا اشتغلت 11 عمود بلفة، ومع الغرزة او العمود الاولاني اللي هما كانوا سلاسل البداية بتاعتي، اعتبرتها برضو عمود، يعني كده معايا 12 عمود بلفة. كده انا خلصت اهو، اتكون معايا شكل دائري. اول حاجة بقى بعملها، باجي عند الغرزة التالتة في السلسلة، بعمل غرزة منزلقة علشان اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده. تمام. بعد كده برتفع 2 سلسلة، ودول بعتبرهم العمود الاول بتاعي في السطر التاني. بعد كده بشتغل في نفس المكان اللي اشتغلت فيه السلسلتين الارتفاع، بشتغل 1 عمود بلفة والف الخيط على الابرة، والغرزة اللي وراها اشتغل 2 عمود بلفة التاني. كده انت بتشتغلي تزايد بحيث ان الدايرة بتاعتك تكبر معاكي. كده دي تاني مجموعة. المجموعة التالتة هشتغل في الغرزة اللي عليها الدور 2 عمود بلفة، واللي وراها 2 عمود بلفة لغاية ما تخلصي العدد بتاعك. والسطر التاني لازم يكون عدد الغرز بتاعتك 24 غرزة، علشان احنا بنعمل تزايد. السطر الاول كان 12، السطر التاني لازم يكون 24 غرزة. اكمل وارجع لكم تاني.
وصلت كده لنهاية السطر بتاعي، نهاية السطر التاني. خلصت ال24 غرزة بتوعي. بعد كده بتشتغلي غرزة منزلقة، بتقفلي السطر بتاعك. تمام كده السطر بتاعي اتقفل. نبدأ السطر رقم 3، نرتفع 2 سلسلة. تمام. ألف الخيط على الإبرة، وفي الغرزة اللي عليها الدور، طبعا اللي اشتغلت فيها الارتفاع ما بشتغلش فيها حاجة، وبروح على الغرزة اللي وراها اشتغل 2 عمود بلفة، واللي وراها 1 عمود بلفة، واللي عليها الدور 2 عمود بلفة. يعني السطر رقم 3 بتمشي 1 عمود بلفة و2 عمود بلفة، 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة، وهكذا لغاية اما تخلصي السطر بتاعك. وبتلاقي طبعا الشكل الدائري بدأ ان هو يكبر معاكي. اكمل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. وطبعا في نهاية السطر بتاعنا بنقفل بمنزلقة وبنرتفع 2 سلسلة. اكمل واقفل السطر بمنزلقة وارجع لكم تاني. كده السطر التاني قفلته معايا بمنزلقة. نكمل. اعمل السطر الرابع، برتفع 2 سلسلة، والغرزة اللي عليها الدور، يعني مش بشتغل في نفس الغرزة اللي عملت فيها 3 سلسلتين ارتفاع، بشتغل في اللي بعديها عمود بلفة، وفي اللي بعديها عمود بلفة، واللي بعديها بشتغل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة. ادي 1، ادي 2. نعمل مرة كمان 1، واللي وراها 1، واللي وراها 2 عمود بلفة. تكملي السطر بنفس الطريقة، 1 عمود بلفة، 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة. ده هيكون التزايد بتاعك في السطر التالت. طبعا الدايرة بتاعتك بتكبريها على حسب الشكل او الكوستر او الشنطة اللي انت بتشتغلي عليها. وطريقة التزايد كنا اشتغلناها قبل كده مع بعض، مع اختلاف الغرزة. كنا اشتغلناها بغرزة حشو، هنزلها لكم. بتغير بس الغرزة، بدل ما هي حشو هتبقى عمود بلفة، ولكن طريقة التزايد هي مع العلم، او نحط في اعتبارنا ان احنا بنغير اماكن التزايد علشان الشكل يكون معايا دائري ومظبوط. امتى بيبدأ يعمل شكل سداسي؟ اما بتطلعي نفس عدد التزايد في نفس الاماكن. لكن احنا طول ما احنا شغالين بنخلف في كل سطر، بنغير اماكن التزايد، كده شغلي بيكون مظبوط وبيبدأ يكبر ويبقى شكل دائري. انا هكمل واوصل للشكل الدائري المناسب بتاعي، هكبره وهحط لكم برضو التزايد تحت في صندوق الوصف. هنشوف هنشتغل كام سطر برضو على حسب الشنطة بتاعتي اللي انا كنت شغاليها، وهنبدأ الخطوات الجديدة مع بعض. ورجعت لكم تاني، وكل اللي عملته بس ان انا ارتفعت سطر واحد بس. ده الحجم المناسب للوش اليونيكورن اللي هشتغله للشنطة بتاعتي. طبعا لو كوستر برضو بتشوفي المقاس بتاعك ايه، اعتقد هيكون مناسب. ممكن تنقصي سطر واحد بس، وبعد كده الخطوة الجاية بنبدأ نشتغل مع بعض الودان او الاذن بتاعت اليونيكورن. طبعا احنا متعودين ان السطر بتاعنا بنقفله بمنزلقة. الخطوة بعد كده اللي هنعملها، هنشتغل غرزة عمود بلفة، غرزة نص عمود عفوا. بنلف الخيط على الإبرة، وبندخل في نفس المكان اللي قفلنا بيه المنزلقة، وبنسحب الخيط. يبقى معايا 3 لفات، ألف الخيط على الإبرة، أطلع من ال3 كلهم بالشكل ده. تمام كده انا ببدأ الخطوات بتاعتي ان انا اعمل الاذنين، واحدة بتكون هنا واحدة بتكون في الجهة المقابلة ليها. كده بلف الخيط على الابرة واشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي عليها الدور. الف الخيط على الابرة واطلع من اول لفتين، الف الخيط على الابرة واطلع من تاني لفتين.
الف الخيط على الابرة مرتين، هعمل عمود بلفتين. تمام. وفي نفس الغرزة اللي اشتغلت فيها العمود بلفة هشتغل فيها العمودين بلفتين. الف الخيط على الابرة واطلع من اول اتنين، الف الخيط على الابرة واطلع من تاني اتنين، الف الخيط على الابرة واطلع من اخر لفتين. تمام. وارتفع سلسلة، ارجع اشتغل عمود بلفتين في نفس الغرزة، بعمل تناقص في نفس المكان، اشتغل العمود بلفتين، الف الخيط على الابرة واطلع من اول اتنين، الف الخيط على الابرة واطلع من الاتنين اللي بعديهم، الف الخيط على الابرة واطلع من اخر اتنين. تمام كده. الف الخيط على الابرة مرة واحدة، اشتغل في نفس المكان عمود واحد بس بلفة، الف الخيط على الابرة واطلع من اول اتنين، الف الخيط على الابرة واطلع من تاني اتنين. تمام كده. اللي عليها الدور بشتغل فيها غرزة نص عمود، تلف الخيط على الابرة وتدخل جوه الغرزة. تمام. ويبقى معاكي 3 لفات، وتلف الخيط على الابرة تطلعي من التلاتة. دي اول ودن عملناها مع بعض. عايزين بقى نعمل الودن في الناحية التانية تكون نفس المقاس وتكون موازية ليها. هنعمل ايه؟ هنبدأ نتنقل كده في كل غرزة، هنشتغل منزلقة. نبدأ كده الغرزة اللي عليها الدور هتشتغلي فيها منزلقة، اللي وراها منزلقة. هتعدي 9 غرز، 9 غرز كده لغاية ما تروحي الناحية التانية علشان تبدأي تشتغلي الأذن التانية بنفس الطريقة اللي اشتغلناها بالظبط، هي. اكمل كده 9 غرز منزلقة وارجع لكم تاني. اشتغلت اهو 9 غرز منزلقة، اروح بقى ابدأ اشتغل الودان التانية. الغرزة اللي اشتغلت فيها منزلقة ما بشتغلش فيها حاجة، بروح على الغرزة اللي وراها اشتغل نص عمود، الف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي عليها الدور. يبقى معايا 3 لفات، الف الخيط على الابرة واطلع منهم كلهم، الف الخيط على الابرة والغرزة اللي عليها الدور اشتغل فيها عمود بلفة، الف الخيط على الابرة مرتين وفي نفس المكان اللي اشتغلت فيه عمود بلفة اشتغل 2 عمود بلفة. ده اول عمود بلفتين، بشتغل 2 عمود بلفتين. ده كده اول عمود بلفتين. الاول بعد ما بخلص العمود بلفتين الاولاني ارتفع سلسلة، الف الخيط مرتين على الابرة واعمل العمود بلفتين التاني برضو في نفس المكان. تمام. الف الخيط على الابرة بشتغل عمود واحد بلفة في نفس المكان. تمام كده. وبروح على الغرزة اللي عليها الدور بشتغل فيها النص عمود بتاعتي، وبكون كونت الودنتين كده بالشكل ده. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بالشكل ده كده عايزين بقى نقفل السطر بتاعنا او نقفل خلاص الشغل بتاعنا. باجي في الغرزة اللي عليها الدور ببدأ ان انا اشتغل فيها منزلقة كده خلاص. تمام. ارتفع سلسلة اهي، واجيب المقص بتاعي كده، اسيب حتة كويسة كده بحيث ان انا اعرف اخفيها ورا الشغل بتاعي، واقوم سحبة الابرة بتاعتي كده خلاص بقت تمام معايا. طبعا طرف الخيط ده ببدأ امشيه كده ورا الشغل بتاعي وبداريه بإبرة التنظيف. طبعا انا هعمله وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. الخطوة بعد كده بقى اللي هنبدأ نشتغلها مع بعض يا بنات ان انا هعمل القرن للحصان. هنا كنت اشتغلت 9 غرز من اسمها ايه المنزلقة، فانا عايزة اوسطن الغرزة بتاعتي بتاعت القرن انها تكون في الوسطانية هنا بين الودنتين. فهعمل ايه؟ هعد ادي 1 2 3 وفي الغرزة الرابعة او خلينا في التالتة هنبدأ نشتغل 1 2 3 4 غرز بالشكل ده. ال4 غرز اللي في النص دول هشتغل فيهم القرن بتاعي. طيب ممكن تشتغلي اما
بلون نقول مثلا اللون اللي هو ذهبي، جملي، اسود، بني غامق اللي هو البني المحروق. تقدري تشتغلي باي لون متوفر عندك. الخطوة اللي بنعملها بقى، بندخل كده بالشكل ده وابدأ اسحب الخيط بتاعي. برضو باخد طرف الخيط بتاعي تحت الشغل، اخده كده تمام، ارتفع سلسلة، وفي نفس المكان باخد اهو بقى خيط البداية اهو، باخده معايا تحت الشغل. الاول بظبط ايدي كده واخده اهو، بنيمه كده على الشغل بتاعي عشان يدخل جوه الغرزة. اول حاجة بعملها في نفس المكان اللي دخلت بيه في الخيط بشتغل غرزة حشو. بظبط ايدي كده اول غرزة حشو واللي وراها حشو، بشتغل 4 غرز ورا بعض حشو، وخيط البداية واخداه معايا تحت ايدي ومدرياه في الشغل عشان اكون متأكدة ان كل حاجة مظبوطة معايا. اشتغلت 4 اهو، بتلفي الخيط تمام، وببدأ اشتغل فوق كل واحدة من ال4 دول بشتغل برضو غرزة حشو عادية خالص. ابدأ اعمل الارتفاع 2 3 4. تمام كده، وتلفي الخيط بتاعك هتلاقي 4 غرز اهو. نبدأ بقى نعمل تناقص، بسيب اول غرزة دي ما بشتغلش فيها واشتغل في اللي بعدها واشتغل في اللي بعدها. تمام كده، واشتغل في اخر واحدة كمان. هتلاقيها مايلة كده شوية بس لازم تشتغلي فوقيها كده. تلفي الخيط بتاعك هتلاقيهم العدد بتاعهم قل، هتسيبي برضو اول واحدة وتروحي للتانية تشتغلي الحشو بتاعك اهو. تلفي الشغل بتاعك وتسيبي اول واحدة وتشتغلي في التانية اللي عليها الدور كده. انا عملت اهو القرن بتاعي، برتفع كمان سلسلة اهو، وبقص الخيط بتاعي وبقوم طالعة من الخيط بتاعي علشان ده بيكون القرن بتاعي وبيكون مظبوط. حابة ان انت تكبريه تمام. انا برضه هوريكم على شكل الشنطة بتاعتي، بتظبطي برضه المقاسات بتاعتك. انا شايفة ان هو كده هيكون حلو قوي وكيوت، يعني مش محتاج ان هو يكبر عن كده بحيث ان هو ما يكونش اكبر من الشنطة. هو كده حلو قوي وبسيط تمام. اجيب بقى المقص بتاعي ونعمل نفس الحركة اللي عملناها من شوية في الودان، واطلع كده بالخيط بتاعي. وطبعا الخيوط بتاعتك دي بتنضفيها في ظهر الشغل بتاعك تمام. الخطوة بعد كده اللي هنبدأ نعملها، هنجيب لون مختلف وهنعمل وردات صغننة كده على شكل اليونيكورن بتاعنا. بصوا الالوان دي مناسبة للشنطة، فعندي ال3 الوان هعمل 3-4 وردات كده في المكان ده، او هيكون وردتين بس 3 بحيث ان انا اقدر اظبطه هنا يكون على قد الوش بتاع اليونيكورن بتاعي. وطريقة الوردة هتلاقوها تحت في صندوق الوصف ازاي عملنا الوردات بتاعتنا. ونكمل الوش بتاع اليونيكورن. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا شكل اليونيكورن بتاعنا، وده كان الشكل النهائي ليه. يا رب يكون سهل وبسيط عليكم.
طبعا احنا اشتغلنا الوش مع بعض بكل الخطوات بتاعته، وعملت كمان الاطار ده بغرزة منزلقة بلون الديل بتاعه. هتلاقوا فيديو تحت في صندوق الوصف للديل، وفيديو كمان خاص بالوردة. الوردة اشتغلتها بمقاس 2.5 علشان تكون صغيرة معايا، علشان زي ما انتوا شايفين كده الوش صغير مدور. واشتغلت كمان معاكم القرن بتاعه. هنا بقى التركاية اللي عملتها، دي رموش بتاعتنا احنا، بتاعت الناس العادية، الناس اللي بيركبوا رموش في المناسبات والافراح. كانت متوفرة عندي بصراحة، فحبيت ان انا استغلها. شكل كده جديد. عملتها بالطريقة دي. طبعا لو انتي حابة تعملي البق او مناخير مفيش اي مشكلة، بتظبطيه بالخيط الاسود بتاعك. زي ما اتفقنا بنشتغل باي خيط باي لون متوفر عندك، وكمان الحجم في ايدك ان انتي تغيريه. ممكن نعمل نفس الشكل كده بس على شنطة، مش شكل نلزقه على شنطة. كل الافكار وكل التركات اللي بتيجي في دماغك تقدري تنفذيها. يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم، ويكون الفيديو مفيد ليكم. وده كان الشكل النهائي للشكل بتاع اليونيكورن بتاعنا اللي احنا كنا اشتغلناه مع بعض. طبعا الفينيشات دي خلصتها سريعا. الوردة كنا اشتغلناها مع بعض قبل كده في فيديو لوحديها، هتلاقيها في صندوق الوصف تحت. وكمان الديل بتاع الحصان او الشعر بتاعه، واشتغلنا كل التفاصيل والتركات دي. وده كان رجوجو، يعني الرجوجو بتاع وشنا اللي احنا بنحطه كده وقت الخروج من ضمن الميك اب. فحبيت ان انا استغله واحطه كده، يدي شكل بهجة كده للحصان شوية. والرموش دي كنت اتفقت برضو معاكم ان انا استخدمتها، دي الرموش العادية اللي بنحطها في المناسبات وفي الافراح علشان نستغلها وتكون معانا بالشكل ده. ده كده شكل اليونيكورن. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وكل التفاصيل بتاعته هتلاقوها في الفيديو. وكمان هتلاقوا تحت في صندوق الوصف باقي التفاصيل بتاعته اللي اشتغلناها مع بعض. يا رب يكون عجبكم. استنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.